طيب يلا بينا نكمل شغلنا. نتكلم على مخاطر الانهيار وميكانيكية الانهيار. عملية الانهيار عادة تتم على عدة مراحل كما هي بالشكل. عندي المرحلة الأولى، المرحلة التانية، المرحلة التالتة. تعال نتكلم عن التربة الثقيلة. يقدر وزن واحد قدم مكعب من التربة بحوالي 100 رطل، وبالتالي فإن وزن 27 قدم مكعب من التربة يقدر بكام؟ اضرب 27 في 100 يديك كام؟ 2700 لتر. حلو. انهيار جدران خندق يحتوي على ما يقدر من 3 إلى 5 ياردة مكعبة من التربة، تزن حوالي 8000 إلى 4000 رطل. لو ضربت التلاتة 27% يديك كام؟ 8000. طيب ضربت 5 في 27% يديك 13.5 اللي هي 14,000 رطل. طيب هنتكلم عن الدعامات. تتضمن الدعامات استخدام هيكل معدني أو خشبي أو أنظمة هيدروليك لدعم جوانب الحفر ومنع انهياره. تصميم وتركيب وإزالة نظام الدعم يجب أن يتم بمعرفة مهندس محترف. يجب عدم وضع الدعامات في الأرض إلا بعد التأكد من خلو الموقع من شبكة الخدمات الأرضية. تمام، عظمة أوي. طيب اللي بعده أمثلة الدعامات. عندك دعامات بالخشب، دعامات الألمنيوم المتحركة، بيستم، حاجز على هيئة خندق. يعرف بأنه حاجز يتم تركيبه بشكل معين كما هو واضح بالصورة، ويمكن مقاومة انهيار التربة يمكنه مقاومة انهيار التربة، وبالتالي حماية العاملين أثناء العمل بالداخل.